الجملة اللي خربت بيوت كتير وقطعت علاقات بعدد شعر الراس، الجملة بتاعت الناس هتقول علينا ايه؟ ست لما قررت ترجع لجوزها فكرت الناس هتقول عليا ايه بعد ما سمعوا زعيقه ليا، وخافت على شكلها فرجعت في قرارها. وراجل سنه فوق 50 سنة قرر يتجوز عشان يلاقي ونس في أيامه اللي فاضله، وولاده لما عرفوا قالوا له الناس هتقول علينا ايه، رجع في قراره. وكل يوم لما بيروح ينام اللي بيونسه هو خوفه من انه يموت لوحده. والام اللي بعد الطلاق قررت تسيب ولادها لابوهم عشان يصرف عليهم عشان ماديا هو مرتاح اكتر. ولما الناس عرفت قالوا لها انتي انتي الناس هتقول عليكي ايه، رميتي عيالك؟ ومن بعد الكلمه دي اخدتهم ونقلت مدارسهم ومستواهم وحياتهم عشان الناس ما تقولش عليها حاجه. ولا اللي كان في جيبه يا دوب يكفيه لغايه اخر الشهر، وعشان عمل عزومه كان لازم البوفتيك عشان الناس ما تقولش حاجه. بقول لكم ايه، تيجي نسيب الناس في حالها؟ مش لازم خالص قراراتهم وشكل حياتهم يبقى على مزاجنا، ولا العادي بتاعهم لازم يبقى العادي بتاعنا. كل واحد أدرى بظروفه. قولوا لي في الكومنتات اتقال لكم كم مرة الناس